أهلاوي أهلاوي للوطنية أهلاوي لا ليك حاجة عادية. أهلاوي أهلاوي أنا والفخر ليا. أنا نادي القرن في القارة هو نادية وعايش وأموت وأفضل عشانه وهو فوق دايما مكانه. لا 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 أهلاوي أنا والفخر ليا. أنا نادي القرن في القارة هو نادية وعايش وأموت وأفضل عشانه وهو فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصحابي، اهلا وسهلا بيكم. والواد وسام عملها وسام، الله عليك يا وسام يا وسام يا وسام. الواد فدائي فدائي، الواد حطها شومة ايه. الله عليك يا وسام. رضا يا رضا واتدلع يا رضا، رضا يا رضا واتدلع يا رضا، رضا يا رضا واتدلع يا رضا. بغض النظر يا جدعان ان في كام فرصه جت النهارده للنادي المصري البورسعيدي، بس يعني بص الواحد قلبه وقف اقسم بجلاله الله. عارف اللي هو الاحساس اللي هو بعد الماتش النهارده. ماتش صعب فعلا. الحمد لله النادي الاهلي فاز على النادي المصري البورسعيدي 1-0 عن طريق وسام ابو علي. اللي الحمد لله لقينا مهاجم بعد طول انتظار، الحمد لله لقينا مهاجم 100. وايه يا واد يا رضا يا الجمدان ده يا رضا؟ ايه يا واد يا رضا الجمدان ده؟ نفس الفنت اللي عمله برضه في ماتش بيراميدز هو اللي عمله، بس المره دي مش بصالح امام وامام مع اللي عملها، هو بقى اللي عملها النهارده. عمل حته دين كروس، انا بصراحه وهو داخل انا قلت مش هيلحق، يعني مش هيعرف يعملها مظبوط بالسنتي زي كده. قلت الواد وسام ابو علي لوحده في ال 18 مش هيعرف يحطها بالصوره دي، لكن وسام حطها ايه شومه. شومه وفي المقص، بص ملهاش تاني، ملهاش تاني. النهارده برضو حكم المباراة كان يعني بنسبة 90% كويس، كويس جدا كمان يعني. ما بس يعني ايه ليه برضو كام هفوه كده اخطاء، بس اخطاء يعني ايه ما تاثرش على نتيجه الماتش. لكن النهارده بغض النظر كان الحكم كان كويس برضو وبتاع. وبعدين مش عارف علي ماهر ده الصراحه، مش عارف بصراحه بيجي قدام الاهلي ويغل كده. تحس ان انت ايه وانت ولا بتنافس على دوري ولا بتنافس على بتاع. ايه الغل ده يا عم؟ بيجي قدام الاهلي ويغل وتحس ان هو ويحزق وبتاع والبواسير تيجي بسرعه وكده. بس انا مبسوط، انا مبسوط بجد يا جدعان. الماتش ده برضو كان رخم رخامه زي ماتش بتاع بيراميدز بالظبط. الوقت كنت قلقان منه جامد، كنت قلقان منه بصراحه يا جدعان وحياة ربنا. بس الحمد لله يا جدعان الاهلي كده ركب الدوري لاول مره. الاهلي يركب الدوري السنه دي فين؟ في اخر يعني في اخر فاضل له كام ماتش وياخد الدوري، وركب اخيرا الدوري، ركب الفرق بتاعت الدوري. ها يا جدعان ايه رايكم؟ مبسوطين؟ لكل من تسول له نفسه ما تستحضرش الشيطان وتستحضر النادي الاهلي وتطلع اللي جواه واستحضر ايه؟ روح الفانيلا الحمراء. اوعى تفكر نفسك حاجة، اوعى تفكر نفسك حاجة. ماشي. النهارده طبعا ايجابيات كتير جدا، من ضمنها المكسب بتاع النهارده في الدوري. وسام 3 نقط طبعا غالية. طبعا وسام ابو علي خد النهارده الجون ال 12 ليه. باذن الله انا متفائل برضه، انا احساسي يعني ان وسام ابو علي هياخد هداف السنه دي باذن الله باذن الله. وكمان خدوا بالكم في نقطه برضه، ان وسام ابو علي جاي في نص الموسم مش جاي في اول الموسم. يعني الواد اللي هو بتاع النادي بيراميدز دوت، اللي هو الهداف دلوقتي بتاع الدوري. جاي لعب حوالي 28 ماتش، لكن وسام ابو علي لعب 15 ماتش بس، جايب 12 جون واربعة اسيست. فاللي هو احنا الحمد لله يعني احنا كنا فين وبقينا فين، فاحنا الحمد لله دلوقتي ايه، الحمد لله لقينا مهاجم اه جاي، وباذن الله ياخد هداف الدوري السنه دي.
ده بالنسبه لاسامه ابو علي. وفي برضه نقطه انا خدت بالي منها بعد ما اسامه ابو علي حط الجون في النادي المصري. الجون تقريبا خد له بتاع نص دقيقه كده عبال ما وقع على الارض، يعني تقريبا الجون دخل واسامه ابو علي احتفل واللعيبه احتفلت ولسه الجون بتاع النادي المصري بيقع على الارض. والواد حاططها بصراحه وسام، يعني زي ما بيقولوا كده في ايه، في المكان اللي بيسكن فيه الشيطان. بص في الايه، في المقص وشومه وسريعه. وكمان حتى نفسه هو طريقه طلوعه وهو بياخد الكوره اللي هو بيطلع يركب الكوره. بصراحه الله اكبر عليه، ربنا يحميك يا وسام. النهارده برضو اسامه ابو علي خد مان اوف ذا ماتش، الماتش الثاني على التوالي. ده المكسب الاول. المكسب الثاني طبعا رضا سليم الحمد لله ابتدى يستعيد مستواه، ودي برضو الحمد لله. من كتر المباراه لازم اللعيبه تلعب يا جدعان، لازم اللعيبه تلعب. يعني برضو واحد زي كريستو انا برضو مستخسره، بس مش وقته، يعني انا بنتكلم عليه في وقت تاني. ده المكسب الثاني. طبعا المكسب الاول او المكسب الاول والاخير ان النادي الاهلي ركب الدوري الحمد لله. طبعا انا اتفرجت على بعض اللقطات كده على ماتش بتاع البيراميدز ونادي الزمالك، برضو كان ماتش كويس. وانا ما توقعتش بصراحه ان نادي الزمالك هيعمل الماتش الحلو دوت قدام بيراميدز بس ما توقعتش يعني اللي هي الموضوع يعني يبقى 100 100 قوي كده ان النادي الزمالك يكسب بيراميدز. بس يعني اهو سقط منه نقطتين برضو كويسين هيساعدونا. كده الاهلي فاضل له بتاع 7 ماتشات تقريبا، لو كسب منهم 3 خلاص كده الدوري في الجزيرة رسمي كده. الدوري في الجزيرة رسمي. نقطة تانية، في كام لاعب كده يا جماعة برضه عليهم علامة استفهام. نيدفيد ده بصراحة يعني ما متاخدش منه غير اسمه بس، فأنا شايف إن هو برضه لعيب قليل مش على مستوى النادي الأهلي. مروان عطية يعني عدم نزوله مؤثر طبعا، اثر في نص الملعب. طبعا اكرم عمل ماتش جبار، عمل ماتش جبار. هاني مش عارف اقول عليه هاني ايه بصراحه، يعني كان ليه هفوه كده وكان باص وميس باص كتير جدا. بس يعني نقول ايه، وامام عاشور برضه يا جماعه مش يعني كويس وكل حاجه، بس لا امام عاشور مش حلو، كان النهارده ضايع ضايع ضايع. برضه في استعلاء شويه على الكوره، فده ما ينفعش برضه. ده عايزك تنسى بقى الجو اللي انت كنت فيه يا امام دوت. احنا مش هنطبطب، النادي الاهلي ما بيطبطب. وبرضه يا جدعان انا شايف ان برضه يعني ايه، يعني كان المفروض التغييرات بتاعت مارسيل كولر تنزل من بدري. ما اعرفش انت لازم تنزلها في الدقيقه 99,000 يعني عشان تبتدي تغييرات. انا قفشه ده المفروض ينزل من بدري. المفروض امام برضو يطلع من بدري وهاني يطلع من بدري. في كام لاعب كده يعني المفروض بصراحه. طبعا اللهم صل على النبي. لما نزل التغييرات كانت قفشه وكان عمر كمال. الواد عمر كمال برضو انا بحبه وبتفائل بيه كمان في وجوده في الملعب. الماتش كان ماتش عالمي بصراحه. النهارده كان ماتش حلو. بغض النظر عن بعض الاخطاء وبعض السلبيات اللي مش مضره يعني او مش مؤثره. بس لو كان في ضغط شديد شويه على النادي الاهلي الصراحه. كريم فؤاد برضه عمل ماتش حلو وماتش كبير ولاعب كويس، لاعب مهم للنادي الاهلي ومكسب برضه كبير. في ايه تاني، الشناوي برضو النهارده وقع قلبنا في كام كوره. معرفش الشناوي مستواه مهزوز، طالما كده المفروض يا كولر تريحه. نزل شوبير، انا شايف ان شوبير احسن منه في الفتره دي على الاقل. ومبروك للنادي الاهلي يا جدعان. فاضل لنا الماتش اللي جاي بتاع سيراميكا تقريبا، وبعد كده البنك الاهلي تقريبا يعني. لو كسبنا 3 ماتشات باذن الله ورا بعض كده باذن الله، يعني ايه الدوري باذن الله في النادي الاهلي. ومبروك مبروك وحلق عالي يا نصر البطوله. اسمع بقى يا جدعان. دايما مكانه